غلطتش لما قلت لعيبه المريخ لازم تشوف لها شغله تاني غير كره القدم. لعيبه المريخ من يوم 9 12 ما كسبوش ولا ماتش. من المريخ السوداني، اداره المريخ السوداني لازم تسرح اللعيبه دي. اللعيبه دي لازم تشوف لها شغله تاني غير كره القدم بجد. يعني حتى ما فيش انديه هترضى بيهم اصلا. يعني لو انت حتى فكرت تبيع اللعيبه دي ولا تعملها اعاره تعمل اي حاجه، ما حدش هيرضى ياخدهم في فريقه. يقول لك احنا ناخد لعيبه بتجري على الرمله. لعيبه المريخ بتجري كانها بتجري والله كانها بتجري على الرمله. يعني بيجروا تحس ان هم بيجروا على الرمله مش نجيله. يعني هم يضحك وهم يبكي والله. انا كمشجع لنادي المريخ حزين على اللي بيحصل للمريخ، زعيم السودان. يعني المريخ تاريخه الكبير ده كله يجي لشويه لعيبه زي دول يضيعوا التاريخ ده كله بسبب ان بقى لهم شهر ايه ده، احنا داخلين في الشهر الثاني مش عارف يكسب، ويا ريته بيلاعب فريق مثلا في افريقيا، فريق في الدوري المصري. امال لو رحت الدوري المصري، امال لو رحت الدوري التونسي ولا المغربي ولا الدوريات دي ولعبت هناك ايه اللي هيحصل؟ ده انت بتلعب في الدوري الموريتاني وفرق اصلا ما بعرفش اقرا اساميها ومش عارف تكسبها، مش عارف تعادل معاها قصدي، يعني انت مش عارف تتعادل. يعني الماتش الكام ده بص، يعني ايه ده؟ ايه ده انا مش لاقي ماتش من يوم كام؟ من يوم 12 من يوم 9 12 مش عارف تكسب. انتوا ايه بالظبط؟ انتوا عايزين تموتوا الجمهور معاكم ولا ايه؟ ما هي حاجه من الاثنين، الاداره تستقيل، لا اما يشوفوا لهم حل في المواضيع اللي احنا فيه. كانت حجتكم المدرب، يعني الحجه كانت المدرب اتنيل على عينه ومشي، وحمدنا ربنا وصلينا قلنا المدرب هو اللي عامل كل ده. طب انت حجتك ايه دلوقتي يا ابني؟ بتلعب انازيد الماتش اللي فات تعادلت بالعافيه 1-1، والماتش ده خسرته 2-1. اللعيبه بتجري على رمله، مفيش مريخ خالص. ازاي زعيم من الكره السودانيه يحصل فيه كده؟ بجد والله انت مش عارف يعني ايه تيشيرت المريخ. انت بتلبس التيشيرت فاكر ان ده حاجه عاديه بالنسبه لك. نادي المريخ اكبر من اللعيبه دي. يا اداره المريخ اتحركوا، يا اداره المريخ اتحركوا، يا جماهير المريخ كفايه تطبيل، كفايه دعم.